مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء. دعوة لحماية الأشجار في عد قيح. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. بوتين يتلقى دعم بريكس عشية قمة برئاسة الصين. وروسيا تؤيد اتفاقا نوويا بلا تغيير، وإيران تنتقد الناتو. أعمال عنف وفوضى احتياجا على سوء الأحوال الاقتصادية بالإكوادور. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس ياسر أفورقي اليوم بقاعة دندن سفراء 10 دول هي روسيا وتركيا وجنوب السودان وعمان وتايلاند وموريتانيا ونيجيريا والفلبين وناميبيا واليابان، وتسلم أوراق اعتمادهم. وبحث السفراء خلال اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية ومجالات التعاون، حيث أوضح السفراء الأوضاع في بلادهم مع تحدياتها في كل مجال، مشيدين بإجراءات الحكومة الإريترية لمكافحة وباء كورونا. وتناول لقاء الرئيس ياسر أفورقي وسفير روسيا إيغور موزغو تطوير العلاقات الثنائية بشكل عام، وخاصة في مجال الزراعة. وبحث جهود روسيا لتحقيق التغيير الاقتصادي وقيادة العالم في الوقت الذي تضعف فيه الدول الغربية، والتعاون مع إريتريا في المجالين الاقتصادي والسياسي. ولدى لقائه سفير تايلاند ببوتوبورن يوتكسان دعا الرئيس ياسر أفورقي إلى العمل بقوة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجال السياحة والثروة السمكية والزراعة، وخاصة في مجالات إدخال التقنية الحديثة وتنمية القدرات البشرية. وقدم سفير اليابان أوكانيو كين الدعوة للرئيس ياسر أفورقي ووزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح للمشاركة في المنتدى الثامن لمنظمة العلاقات الاقتصادية الإفريقية اليابانية تيكاد الذي سيعقد في تونس. وأكد الرئيس ياسر أفورقي بوجوب تقييم تطور تيكاد وتأثيرها، وأن يكون لمنظمة الاتحاد الأفريقي دور في المنظمة. وذكر الرئيس ياسر أفورقي لدى لقائه سفير سلطنة عمان صالح بن سليمان قيام عمان بالنظر لوضعها المستقر بدورها في استقرار اليمن باعتباره أمر أساسي للمنطقة، وموضحا تعاون إريتريا. وأشار الرئيس ياسر أفورقي خلال لقائه سفير موريتانيا سعيد محمد إلى اللقاءات التاريخية الإريترية الموريتانية، وقال يجب على موريتانيا التي لديها وضع أمني أفضل القيام بدور فعال لتهدئة الأزمة التي تشهدها منطقة غرب إفريقيا والتدخلات الخارجية. وأوضح السفراء في تصريح لوكالة إيرينا عن سعادتهم للعمل مع شعب وحكومة إريتريا، وسيعملون خلال فترة عملهم في إريتريا لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون بالشراكة في كل المجالات. وذكر سفير إيغور موزغو التوصل إلى اتفاقيات مع إريتريا لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية ووضع مسودة التعاون في لقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الخارجية سيرجي لافروف في شهر إبريل 2022 بموسكو. ويتطلب الكثير من العمل لتعزيز تلك الاتفاقات أكثر وأكثر. وقال سفير الجنوب السودان السيدة ميري فرانسيس بابودو أننا لن ننسى أبدا الدعم الذي قدمته لنا إريتريا في فترة نضالنا، وستسعى الجاهدة لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع والعمل المشترك في مجالات الاقتصاد والتعليم والتقنية وغيرها. وأكد السفراء الآخرون على العمل مع الحكومة الإريترية عن قرب لتطوير العلاقات التجارة والاقتصاد وتنمية القدرات البشرية وغيرها. دعا مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في مديرية عد قيح السيد أبراهام حجوز إلى تعزيز المساهمة الشعبية لحماية الأشجار من ظاهرة القطع الجائر، وأشار إلى ضبط أكثر من 300 كنتال فحم أثناء دخول مدينة عد قيح بعد تفحيمه في مديرية فرو بإقليم شمال البحر الأحمر، داعيا لتقوية التنسيق بين المديريتين. وقال أن ضواحي دمحينا وقربنبة وحرت وأمباكاخات وعد خانتا في مديرية عد قيح معروفة بقطع الأشجار، داعيا لتوظيف المزيد من حراس الغابات للحد من هذه الظاهرة.
أحيا الإرثيون المقيمون في المدن البريطانية يوم الشهداء. وفي مناسبة إحياء يوم الشهداء التي جرت في منتزه كينغ 10 في مدينة لندن يوم 20 من يونيو بحضور أعضاء السفارة الإريترية في بريطانيا وإيرلندا ورجال الدين والأعيان والضيوف المدعوين، قام آلاف المواطنين بتنظيم مسيرة أعلام وشموع. وتضمنت المناسبة برامج ثقافية وفنية تعكس مضمون الاستشهاد. وقدم المشاركون 16,504 جنيه لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما قام الإريتريون في المدن الفرنسية بإحياء يوم الشهداء. وأحيا الإريتريون في بروكسل البلجيكية يوم الشهداء وقدموا 500 يورو لصندوق أمانة الشهداء. وأحيا الإريتريون في سنسياتي الأمريكية وأويل في جنوب أفريقيا 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدم الإريتريون في أويل مبلغ $3000 لصندوق أمانة الشهداء. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطن واحد من منطقة غودايف بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9785، شفي منهم 9669 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 13 من وردة الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 23 من يونيو 2022. قدم عمال القطاع العام في مديرية الشعب 30,000 نقفة ل5 أسر شهداء محتاجة، بينما قدم السيد أمان عندهم المقيم في الخارج أجهزة الطاقة الشمسية ل24 أسرة الشهيد. وأشاد مديرية شعب الدعم المقدم. كما قدم سكان ضاحيتي دنغولا العال وتحات 6 كنتال ذرة ل33 من أسر الشهداء وتمهيد أراضي ل7 أسر شهداء. في غضون ذلك قام عمال مؤسسة القلال والمواشي فرع قحتيلاي بغرس شتول الأشجار في عيادة قحتيلاي، بينما قام سكان قحتيلاي وشركة البحر الأحمر للإنشاءات بحملة نظافة مدعومة بالآليات وقرص الشتول. وفي مديرية حقات قام أعضاء مكاتب الصحة والزراعة وإدارة المديرية والمدينة والشباب العامل في القطاع العام والشرطة وأعضاء الجمعية التعاونية للمناضلين بأنشطة نفير في حديقة الشهداء من 9 وحتى 19 من يونيو. وقام المواطنون وعمال الحكومة في مديرية كركبت وضاحية علي قدر بإعداد الحفر في مقابر الشهداء لقرصها بالشتول ورعايتها فضلا عن تنظيم أنشطة النظافة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات بين دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة على بلاده بسبب الصراع الأوكراني. وتريد روسيا أن تطور مع شركائها في البريكس آليات بديلة للتحويلات الدولية وعملة دولية بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو. ومن المقرر أن يشارك بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الصين. وذكر الكريملين في بيان أن قادة دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا سيركزون خلال مشاركتهم في القمة على وضع آفاق التعاون متعدد الأوجه داخل مجموعة الدول ال5 في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وفي ذات السياق دان الرئيس الصيني شي جينغ بين توسيع التحالفات العسكرية. تبادل وزيرا خارجية روسيا وإيران سيرجي لافروف وحسين عبد اللهيان مواقف تؤيد البلد الآخر في وقت يخضع البلدان للضغوط والعقوبات الغربية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع عبد اللهيان في طهران أن بلاده تصر على عودة العمل بالاتفاق النووي مع إيران من دون تعديلات، وهو عمليا الموقف الإيراني. وأضاف لافروف أن الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ضد روسيا وإيران والدول الأخرى التي لا تريد أن تخضع للأوامر الأمريكية غير الشرعية. وجاء المؤتمر الصحفي في ختام زيارة لافروف إلى إيران التي استمرت لمدة يومين. ووصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 400 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم قياسي جديد بحسب وزير الخارجية الروسي. شهدت الإكوادور حالة من الكر والفر بسبب فوضى احتجاجات السكان الأصليين على ارتفاع أسعار الوقود، متهمين من قبل الرئيس بالسعي من وراء الفوضى فقط وعزله. وفي ظل حالة الفوضى التي تشهدها شوارع الإكوادور، مدد الرئيس جيبورو لاسو حالة الطوارئ لتشمل 6 مقاطعات مع حظر تجول ليلي في كيتو، حيث يسعى للحد من المظاهرات التي شهدت طرقا محصنة في جميع أنحاء البلاد.
وكلفت الاقتصاد عشرات الملايين من الدولارات وخلفت عشرات القتلى. ودعا الاتحاد القوي للقوميات الأصلية في الإكوادور كوني الذي ينسب إليه الفضل في المساعدة على الإطاحة بثلاثة رؤساء بين عامي 1997 و2005 إلى الاحتجاج، حيث يكافح الإكوادوريون بشكل متزايد لتغطية نفقاتهم. أطلقت الصين بنجاح 3 أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد من مركز شينغ تشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية التي تعد الدفعة الثانية من عائلة ياغوان 35 بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2D، حيث دخلت المدار المخطط لها بنجاح. وأضاف أنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب عملية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير قلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها. يذكر أن هذا الإطلاق بمثابة المهمة 424 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أوراق اعتماد 10 سفراء. دعوة لحماية الأشجار من ظاهرة القطع الجائر في عد قيح. الإريتريون في المهجر يحيون يوم الشهداء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى دعم بريكس عشية قمة برئاسة الصين. وروسيا تؤيد اتفاقا نوويا بلا تقهير وإيران تنتقد الناتو. أعمال عنف وفوضى احتجاجا على سوء الأحوال الاقتصادية بالإكوادور. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.